من النهارده هخليكي تحلفي كده على مطبخك بروقانه ولمعانه حاجه كده قمر قمر قمر. شايفه البوتاجاز عامل ازاي؟ يا دوب بمشي عليه بس بالخلطه بتاعتنا هتحلفي كده انك مطلعاه من الكرتونه بعدها. كمان الحيطان وكل حاجه عندك في المطبخ من فوق لتحت. انت بجد بجد هتعتمديها زي ما انا معتمداها بقالي سنين طويله جدا. اللهم بارك، خلطه كده معاكي ما شاء الله، اللهم بارك، بتجيب معاكي من الاخر مطبخك بعدها كده. انت بتبصي له كده وانت مبسوطه لان كل حاجه بتحسي ان انت كل حاجه ما شاء الله لسه حطاها جديدة كده. وطبعا العينة بينة قدام حضرتك كده البوتاجاز عامل ازاي. اللهم بارك، انا ماشية بس يا دوبك كده بالفوطة. يعني عايز اقول لك هي اي نعم هي خلطة تلميع مش دهون، ولكن عايز اقول لك لو في نسبة دهون خفيفة بتاكلها ما شاء الله يعني تحفة. الكلام ده لايه؟ الكلام ده لكل المطبخ عندك، للبوتاجاز للحيطان لكل حاجة ما شاء الله عندك هتمشي فيها تحفة جدا. وزي ما حضرتك شايفة كده أنا طبعا هنا كنت مشطبة المطبخ تماما، وبحب كده بعد ما أخلص كل حاجة أكل وكل حاجة في المطبخ ببدأ أعمل عملية تلميع بقى لكله، بحيث إن الدهون اللي أنا بعد ما طبخت وانتشرت في المطبخ كده على البوتاجاز أو على الحيطان أو على الرخام، كل ده بحب أشيله أول بأول، لأن طبعا تراكم الدهون مرة على مرة بتخلي معاكي المطبخ شكله مش ظريف تماما. فزي ما حضرتك شايفة كده البوتاجاز اللهم بارك، ده غير الرخام حاجة كده قمر بجد تحفة. انا بحبها جدا وما بستغناش عنها ابدا، دايما بعملها في مطبخي، لان هي فعلا من الحاجات اللي فعلا انا جربتها، يعني انا جربتها كتير جدا، طبعا مش هقول لك جربتها، انا دايما بعملها. بناء على ايه؟ بناء على ان الخلطة قوية جدا، وحاسة ان هي ما شاء الله ايدي ورجلي كده في المطبخ. كل ما بحس ان المطبخ مشبر كده معايا، او كل ما بخلص اكل وبحس ان في كده غيامة من الدهون او في حاجات كده مش متظبطة في المطبخ، بمسكها كده وارشها كده في المطبخ عندي، اللهم بارك، بتخليه حرفيا بيبرق زي ما حضرتك شايفة كده. قبل ما نبدأ الفيديو سمي الله كده وصلي على رسولنا الكريم، وتعالى اقول لك بقى على الخلطة بتاعتنا الجميلة اللي هتعتمديها. اللهم بارك، انا عايزة اوريكي برضو، بصي الحيطان عاملة ازاي، حاجة كده قمر بجد والله العظيم تحفة. يعني انا بقول لك جربيها واعتمديها في مطبخك، وان شاء الله ان شاء الله يعني مش هتستغني عنها تاني. الخلطة عبارة عن ايه؟ عبارة عن معلقة ملح ليمون. اول حاجة كده بجيب بولة اللي هشتغل فيها اللي هي هعمل فيها الخلطة بتاعتنا. معايا معلقة من ملح الليمون، ومعايا كوباية من الخل. تمام، خل الطعامي العادي، اي نوع خل موجود عندك، او الخل بتاع المنظفات، في خل بيتجاب كده من عند محلات المنظفات. وقلبي الخل مع الليمون، وانا عايزه اقول لك الاتنين دول اقوى من بعض على اي يعني بصي، لو عايزه تلمعي اي حاجه في المطبخ عندك او في البيت عموما، اشتغلي كده على الملح والليمون، دول تلميع ملهمش حل. مكونين كده للتلميع حاجه قمر. وهزود عليهم كوبايه كمان من ديتول. الكوبايه بتاعت الديتول دي يا جماعه انا بجيب الديتول دوت ديتول سايب من عند محل المنظفات برضو. احيانا بعمله واحيانا لا، لما بيخلص عندي لما بكون مكسله او حاجه بنزل اشتريه. ولكن انا عايزه اقول لك تحفه جدا برضو، ريحته جميله جدا وما شاء الله اللهم بارك. برضو نفس الطريقه بيدي نفس المفعول بتاع الديتول اللي احنا عاملين له مقاطعه. تمام، معايا البخاخه بتاعتي بقى، وبقلب كده بعد ما قلبت ملح الليمون كويس جدا مع الخل، وحطيت عليه كوبايه ديتول. 3 مكونات قمر 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 حرفيا كده، هيخلوا مطبخك في حته تانية. وزي ما وريتك في بدايه الفيديو كده، اللهم بارك يا بنات، بيخلي كل حاجة ما شاء الله في حتة تانية فعلا. يعني أنا معتمداها بقالي سنين طويلة على كل حاجة. طبعا بعد ما شطب المطبخ بتاعي من الأكل والشرب والكلام ده كله، الفينش بقى الأخير خالص بعمل إيه؟ بجيب كده البخاخة اللي أنا عملتها، وما شاء الله زي ما حضرتك شايفه كده اول حاجه ببدا بيها على الحيطان، اللي هي الحيطه اللي ورا البوتاجاز ديت اهم حاجه، لان دي بتبقى اكتر منطقه بتتراكم عليها الدهون. لو سبتيها اتراكمت مره على التانية هتبصي تلاقي عندك كده كتله من الدهون فوق البوتاجاز، فبتدي منظر مش حلو خالص وبتدي شكل مش ظريف. فدايما خلي في ايدك البخاخه ديت كل يوم، يعني انت لو الفوطه في ايديكي كده وكل يوم خدتيها وبختين 3 كده على الحيطان اللي هي الحيطه تحديدا اللي ورا البوتاجاز، وطبعا المكان اللي موجود فوق البوتاجاز على طول، هتبصي تلاقيها على طول باذن الله كده مفيش الكلام ده موجود عندك على طول. يعني هي البخاخه سهله، مكوناتها بسيطه جدا، مش غاليه ولا اي حاجه، ولا عمرك هتروحي تشتري منظفات اللي بتاعت الدهون ولا الكلام ده كله. طالما ايديكي في المطبخ بتاعك على طول بصفه مستمره، صدقيني عمره ما هيراكم عندك دهون، وهتبصي تلاقي مطبخك بصفه مستمره كده منور اللهم بارك. فده اللي انا بعمله ده باذن الله، يعني كل يوم بعمله. اللي هو ايه، بعد ما بشطب مطبخي تماما بروح جايبه البخاخه بتاعتي ديت اللي انا زي ما قلت لك معتمداها اللهم بارك. بتجيب معايا بنات، بصي بتخلي لي المطبخ حرفيا من فوق لتحت بيبرق كده.
بجيبها بقى اول حاجه على الحيطه زي ما انا وريتك دلوقتي كده، على الحيطه اللي هي موجوده فوق البوتاجاز، وبعدين بنزل على البوتاجاز بديله تلميعه حلوه جدا. وعايزه اقول لك التلميعه بتخلي البوتاجاز حرفيا كانك لسه فعلا مطلعاه من كرتونته، والله زي ما حضرتك شايفه كده. وده اللي بيبقى الشكل العام على طول عندي بسبب ان انا ماسكه الخلطه دي، يعني على طول مستمره ان انا احطها عندي. هتقولي لي ايه تاني؟ انا عندك دواليب المطبخ، امشي بيها كده على دواليب المطبخ. من الحاجات برضو اللي هتبصي تلاقي من حين لاخر كده محتاج تنظيف هي الدواليب. لو مشيتي عليها كده بالفوطه انا عايزه اقولك ما فيهاش حتى مجهود بتبذليه، لان اصلا الخلطه دي قويه جدا برضو على الدهون، وقويه جدا على اي اتساخات موجوده عندك في الدواليب او مثلا في البوتاجاز او على الحيطان. هي قويه بوجود الخل وملح الليمون، الاتنين مع بعض كده حاجه جميله. ده غير ان الديتول بقى مطهر وفي نفس الوقت بيشيل برضو الدهون ومنظف حلو جدا برضو. فالثلاث مكونات مع بعض عاملين لك كده ميكس حلو قوي 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 بجد. يعني انا من الحاجات اللي بحبها جدا في المطبخ عندي. للحنفيات كمان ما شاء الله، بتخلي الحنفيه زي ما انت شايفه كده بتبرق بتبرق، تشوفي وشك فيها كده. اي حاجه عندك بقى في المطبخ. الرخام انا دخلت لك على الرخام اهو، لو عندك بس الرخام كده تحسي ان هو بهتان او مدي لون بهتان، وخصوصا الناس اللي عندها الرخام الاسود او الرخام اللي هو يعني اللي هو بيبقى تحسي كده ان عليه غيامه كده زي ده دلوقتي، بتبرق حرفيا، بتخلي الرخام بيبرق. بس في ناس بتتكلم على الرخام يا جماعه، ديت الخلطه دي بتمشي للرخام اللي هو اللي مش طبيعي. في رخام طبيعي ما ينفعش مع الخلطه دي، ان الخل بيخرمه اكتر، بيخرم الخل بيخرم الرخام اللي هو الطبيعي. تمام، عشان بس في ناس كتيره بتكتب لي ده غلط على الرخام، مش النوع ده يا جماعه اللي بيخرموه تماما، لان انا بستعمل الخلطه دي بقالي سنين طويله والله العظيم ما عمل حاجه زي ما حضراتكم شايفين، ما فيش اي مشكله خالص. عندك برضو الباب بتاع البوتاجاز دايما تحسي ان هو كده ايه، مشبر، ولا فيه مثلا تشبيره، ولا فيه وسخات، او فيه مثلا بقع ولا حاجه. وكتير جدا البوتاجاز اللي هو بيبقى الباب بتاعه عامل زي المرايه كده، انا عايزه اقول لك هو فعلا بيخليهولك مرايه. تحفه تحفه بجد. يعني انت لو جربتي الخلطه دي مش هتنسيها تماما. وزي ما قلت لك انا دايما من حين لاخر بحب اعمل الخلطه دي معاكم، عشان اخواتي اللي داخلين القناه جديد وبيشرفوني، ويا رب وجودهم كده يسعدني دايما، وانا فعلا ببقى سعيده بوجودكم معايا وكومنتاتكم الجميله اللي زيكم. والله العظيم بحبكم جدا في الله، احلى اخوات في الدنيا. وما شاء الله ربنا يحفظكم ليا يا رب ويخليكم ليا، بجد بحسكم فعلا احلى اخوات في الدنيا. بصي على الشباك برضو، يعني في الازاز بتاع الازاز بتاع الشباك، انا عايزه اقول لك خديها بقى وامشي بيها في كل حته في المطبخ. بصي طلعت ايه، يعني عايزه اقول لك بتطلع ادق الحاجات اللي ممكن انت ما تتخيلهاش. بس الكلام ده مش للدهون التقيله بقى، يعني لما يكون المطبخ عندك فيه دهون تقيله قوي وما تجيش بقى تستعملي الخلطه دي وتقومي ما عملتش حاجه، لا الكلام ده مش للدهون القويه. في دهون بتبقى كثيفه جدا دي ما تمشيش معاها، بتمشي معاها خلطات تانية. انما دي الخلطه دي بتبقى خلطه تلميع، ونسبة الدهون الخفيفة جدا اللي هي لا تذكر كده، فاهماني؟ يعني الدهون بقى لما تكون جامدة عندك وتستعملي الخلطة دي مستحيلة طبعا، هي هتطلع نسبة بسيطة جدا ومش هتديكي النتيجة اللي انت حباها. لكن انا بكلمك ان دي خلطة بتاعت تلميع، ملهاش علاقة بالدهون الكثيفة ابدا، لان الكثيفة دي ليها خلطات تانية تماما. وانا عملتها كتير جدا في القناة، وان شاء الله برضو اعمل لكم تاني وتالت وعاشر، وطول ما احنا موجودين في القناة ان شاء الله نعمل لكم كل حاجة جميلة. ويا رب اتمنى الخلطات اللي بعملها طبعا تعجبكم كلكم باذن الله، وانا متاكده ان هي بتعجبكم لان انتوا اخواتي وحبايبي. وطبعا في ناس بتجرب الخلطات ورايا وبيكتبوا لي في الكومنت. بتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم على خير وبخير، واترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.